خلصنا من ضجة الايفون 17. تعالى بقى اكلمك عن اقوى جهاز وكاميرات في السوق حاليا، هو الفيفو اكس 300 برو. الجهاز ده يا جدعان وحش كاميرات. الجهاز ده قوي جدا وعتاد الكاميرات بتاعه قوي قوي. كل حاجة في الجهاز بصراحة قوية، والجهاز عاجبني بشكل مش طبيعي، لان فعلا اول مرة امسك جهاز من اجهزة فيفو، ولكن الجهاز ده فعلا بيقدم تجربة كاميرات خرافيه. فتعالوا بقى نتكلم عن الجهاز ده ونشوف مواصفاته. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 250 الف مشترك في ورا بعض، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهاز ده تم الاعلان عنه 13/10/2025، يعني احنا بنتكلم في حوالي 15 يوم. الجهاز ده بقاله نص شهر بالظبط تم الاعلان عنه، والجهاز ده لسه ما نزلش رسمي في الشرق الاوسط ولا في مصر. حتى النسخه اللي معايا دي هي النسخه الصيني، اللي بيجي اصلا فيها كلام كتير بالصيني. حتى لما بتعمل اللغه عربي او انجليزي بيبقى فيه بعض الكلام بالصيني، ولكن بصراحه الجهاز ده خرافي. تعالوا نتكلم عن مواصفات الجهاز ونبدا اول حاجه بالتصميم. بصراحة الجهاز للوهلة الأولى أول ما مسكته تصميم الكاميرات بتاعه فخم جدا وغريب جدا وبارز جدا. الكاميرات هنا بارزة بشكل قوي جدا وشكل عالي قوي. يعني الكاميرات هنا عالية عن الظهر بشكل كبير. يعني الجهاز سمكه ممتاز ومسكته ممتازة، ولكن الكاميرات أصلا متقلة الجهاز من ورا من الحتة بتاعت الكاميرات دي، لأن بصراحة الكاميرات بارزة جدا وحجمها كبير. ولكن تصميم الازاز المصنفر اللون ده جامد قوي، مع الفريم الالومنيوم اللي بيدي ماسكه ممتازه. وماسكته طبعا شبه الايفون جدا، الايفون برو ماكس اللي هو 16. مش دعوه بال 17 برو ماكس دلوقتي. خلينا دلوقتي في الفيفو اكس 300 برو. الجهاز ده جامد في التصميم بشكل قوي جدا. حتى شكل الشاشه، الحواف بتاعتها خرافيه، من اقل الحواف اللي شفتها على اي سمارت فون في العالم. حواف قليله جدا شبه مش موجوده. فعلا شكل الحواف ممتاز، وشكل الشاشه جامد جدا بالهول بانش دي. الهول بانش تحسها كبيره شويه، اكبر مثلا من اجهزه سامسونج، ولكن جامده قوي. والحواف كلها سيمتريه وكلها قد بعض بالظبط. فالشاشه هنا بصراحه تصميمها جامد. وطبعا تصميم الظهر اللي بيجي ساده خالص ومفيهوش غير الكاميرا او مجموعه الكاميرات اللي معمولين في دايره وشكلهم غامق كده. شكله بصراحه شيك قوي وعاجبني بصراحه التصميم ده. يمكن كنت بشوفه في الفيديوهات او في الصور او الكلام ده ما كانش بيعجبني، ولكن فعلا تصميمه جامد. والفلاش حتى هم حاطينه لك في الظهر كده من هنا. بصراحه تصميم فخم قوي. الجهاز هنا بيجي مقاوم للمياه والغبار، معيار اي بي 69. ده اعلى معيار موجود حاليا على اي سمارت فون. يعني ده يستحمل ضغط الميه، ولو في تيار في الميه كمان يستحمل كل الكلام ده. الجهاز هنا كمان وزنه 226 جرام، يعني وزنه اخف من الايفون 17 برو ماكس. فالجهاز هنا وزنه جميل جدا. وزنه طبعا مش خفيف، وزنه تقيل، ولكن هو مش اتقل جهاز في الفئة دي. نيجي بقى لمواصفات الشاشة. الشاشة هنا تقريبا 6.8 انش، وبتيجي من نوع LTPO AMOLED. بتدعم 1 مليار لون، وطبعا بتردد شاشة عالي 120 هرتز، وبتدعم كمان معدل وميض لحد 2160 هرتز، وبتدعم محتوى ال HDR10 بلس، وكمان محتوى الدولبي فيجن. ونسبة سطوع الشاشة هنا بتوصل ل 4500 نتس. بصراحة الشاشة هنا جبارة تحت أشعة الشمس في أشعة عالية. تتفرج على محتوى اتش دي ار. الشاشه هنا نسبه الصوره بتاعتها عاليه جدا وهتبقى واضحه معاك في جميع الظروف. كثافه البكسلات هنا 452 بكسل لكل انش، ودي كثافه بكسلات ممتازه تخلي الشاشه معاك شارب جدا، والمحتوى هيكون واضح بشكل قوي. والشاشه هنا عليها طبقه حمايه ارمور جلاس، وطبقه حمايه قويه جدا، والمفروض ان هي بتحمي الشاشه من الخبطات والوقعات. ولكن طبعا في افضل من كده. يعني الشاشه دي في مشاهده المحتوى عمرك ما هتمل منها، بالعكس هتبقى مستمتع جدا، وهتبقى مبسوط قوي وانت ماسك الشاشه دي في ايدك وبتتفرج على محتوى. وكمان هتساعدك جدا في الالعاب مع ال 120 هرتز، فهتقدم لك تجربه جامده قوي. نيجي بقى للاداء الجبار بتاع الجهاز ده. الجهاز ده بيجي بمعالج دايمنستي 9500 بتقنيه او بمعماريه ال 3 نانومتر. وبصراحه المعالج هنا جبار وقوي جدا. وكمان المميز في الجهاز هنا انه يوصل له 5 سنين تحديثات. زي ما انتم عارفين ان من اكبر المشاكل اللي كانت بتواجهنا قبل كده مع الاجهزه الصيني ان ما بيبقاش يوصل لها تحديثات كتير. كان ممكن سنتين ثلاثه
والجهاز بيقف عنده تحديثات، ولكن دلوقتي هيوصل لك 5 سنين تحديثات اندرويد رئيسيه. والجي بي يو هنا في الجهاز محترم وبيقدم تجربه لذيذه جدا في الالعاب والجرافيكس ومشاهده المحتوى. برضو بصراحه المعالج الرسوميات اللي في الجهاز هنا جامد جدا. طبعا الجهاز هنا بيجي بمساحه 256 و12 جيجا بايت رام، او 512 و16 جيجا بايت رام، او 1 تيرا بايت و16 جيجا بايت رام. النسخه اللي معايا هنا ال 16 جيجا بايت رام 512. ونوع الذاكره في الجهاز هنا يو اف اس 4.1. بص، اسرع ذاكره موجوده على اي تليفون. الجهاز هنا صاروخي في نقل الملفات، بتنقل اي حاجه، بتعمل كوبي لاي حاجه. الجهاز جامد قوي. نيجي بقى لاكتر حاجه بتميز الجهاز ده، وهي الكاميرات. الجهاز ده بيجي بثلاث كاميرات: كاميرا اساسيه، وكاميرا الترايد، وكاميرا بيرسكوبيه. تعالوا نشوف بقى مواصفات الكاميرات كده واحده واحده، ونشوف تجربه التصوير من الكاميرات دي. اول حاجه الكاميرا الاساسيه هنا بتيجي 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 1.6، وبتدعم طبعا التثبيت البصري او اي اس. والصور اللي بتطلع من الكاميرا الاساسيه صور تحفه وفي غايه الجمال، صور جامده جدا من جميع النواحي، اذا كانت كواليتي، اذا كانت اقول لك تفاصيل، الوان، كل حاجه في الكاميرا هنا بتصرخ كده وتقول لك انا جامده جدا. بصراحه الجهاز هنا وحش كاميرات. والجهاز ده مهما تقارنه باي جهاز لازم هيتفوق على الكاميرات بتاعته. حتى لو قارنته بال 17 برو ماكس فهو هيتفوق على الكاميرات بتاعت 17 برو ماكس في معظم ظروف الاضاءه. يعني طبعا الايفون ليه شويه حاجات كده ما حدش بيقدر يتفوق عليها فيها، ولكن كمجمل هتلاقي ان الجهاز هنا بيتفوق في حاجات كتير جدا. بصراحه تجربه التصوير من الجهاز هنا جامده جدا. اما بقى الكاميرا البريسكوبيه هنا اللي هي الزوم 200 ميجا بكسل، وده اللي بيخليك تاخد كواليتي جامده قوي في تصوير الزوم. بتصور زوم زي ما انت عايز بكواليتي عاليه جدا، باداء قوي قوي. بتقدر تجيب تفاصيل من حاجات بعيده انت ما تقدرش تجيبها بعينك، ولا تقدر تجيبها اصلا باي موبايل تاني. الجهاز هنا بيقدم لك تفاصيل وكواليتي لا يعلى عليها. وكمان هنا بتقدم لك اوبتيكال زوم لحد 3.7 اكس. انا مش عارف ليه ما يخلوها 4، هيخلوها 3 ونص، مش عارف ايه 3.7 اكس، ولكن هي بصراحه لذيذه جدا. بتقدم لك بعد حوالي 85 مللي. والكاميرا الاخيره الالترا وايد 50 ميجا بكسل وفتح عدسه اف 2.0. وبصراحه تجربه الكاميرا الالترا وايد برضو جامده جدا. بصراحه الثلاث كاميرات في الجهاز هنا اجمل من بعض، وبيقدموا تجربه تصوير جامده بشكل مش طبيعي. الجهاز ده كمان تقدر تصور بيه فيديو لحد 8K 30 فريم في الثانيه، مش بس 4K لحد 60 فريم في الثانيه. لا، تقدر بالجهاز ده تصور 8K. ولو اني انا طبعا ضد ال 8K، لان طبعا بتبقى حجم ملفات كبيره جدا وما بتحسش بفرق على الموبايلات ولا حتى الشاشات اللي بتتفرج عليها. والكاميرا السيلفي هنا 50 ميجا بكسل وبتقدم تجربه تصوير جامده جدا. بصراحه التصوير السيلفي ممتاز، وفي اصلا شويه افكتات كده او فلاتر بتقدر تحطها، بالذات الفلتر اللي هو بتاع الزايس او زيس، مش عارف اسمها ايه بصراحه، ولكن التجربه بتاعتها جامده قوي واللوك بتاعها جامد جدا. والكاميرا الاماميه بتقدم تفاصيل رهيبه. انت دي تفاصيل من الكاميرا الاماميه بصراحه تحفه. والكاميرا الاماميه هنا بتصور لحد 4K 60 فريم في الثانيه. فمن الاخر كده، لو انت مجنون صور وبتحب تتصور كتير وعايز موبايل يبقى معاك في جميع الظروف ويقدم لك تجربه عاليه قوي، فما فيش اي جهاز في العالم هيقدم لك تجربه حاليا افضل من الفيفو اكس 300 برو. الجهاز ده جامد بشكل مش طبيعي في التصوير. وطبعا الجهاز هنا السماعات بتاعته استيريو، فبتاخد تجربه صوت جامده جدا مع مشاهده المحتوى. فبتاخد تجربه لذيذه قوي في مشاهده المحتوى، وان انت تلعب حتى في الالعاب بتقدم تجربه صوتيات جامده جدا. والجهاز كمان فيه قارئ بصمه تحت الشاشه التراسونيك سريع جدا، وبيفتح معاك بسرعه ومش هتواجه معاه اي مشكله. الجهاز هنا بقى بيجي ببطاريه 6510 ملي امبير، يعني بطاريه خرافيه. الجهاز ده هيكمل معاك يوم ونص مستريح يومين، لان بيجي ببطاريات من نوع السيليكون كربون الجديده اللي معظم الشركات الصينيه بقت تستخدمها دلوقتي. وبصراحه ميزه قويه جدا، واتمنى اشوفها في ابل قريب وفي سامسونج، لانها بصراحه نقلت تجربه الاستخدام في حته تانية. ان الجهاز يقعد معاك زياده عن يوم ونص يومين من غير ما تضطر انك تشحنه اصلا في اخر اليوم، فده شيء ممتاز جدا. ومش بس كده، انت حتى لو الجهاز فصل منك هتقدر تشحنه بسرعه 90 واط. و90 واط مش هتروح تشتري شاحن 90 واط، لان بكل بساطه انت جاي لك في العلبه كفر وجاي لك شاحن ال 90 واط
تمام، وجاي لك كابل الشحن، فأنت مش مضطر تشتري أي حاجة مع الجهاز ده، أنت الجهاز هتاخده كامل، عليه السكرينة بتاعته، معاه الكفر بتاعه، كفر شكله شيك جدًا. تعالَ خلّيني أورّيك برضه شكل الكفر على الجهاز، بصراحة شكله ممتاز، وكمان بيداري لك بروز الكاميرات عشان الكاميرات ما تتجرحش، وشكله شيك جدًا. بُص الجهاز شكله ممتاز بصراحة، لأ بصراحة فيفو عاملة شغل عالي أوي في الجهاز ده، وأنا الجهاز ده أرشحه وبقوة، ولكن لمّا تنزل النسخة الجلوبال لينا، لأن النسخة الصينية دي بصراحة فيها شوية حاجات أنا مش عارف أتعامل فيها، زي إن في حتى مع إن أنا ضابط اللغة على إنجليزي، في بعض الحاجات لسه مكتوبة بالصيني مش فاهمها أصلًا ومش عارف هي بتعمل إيه. فبصراحة الجهاز ده كتجربة هي تجربة مثالية، تجربة ممتازة في جهاز واحد فيه كل الحاجات دي ممتاز، وطبعًا ده كله عن تجربة الجهاز لمدة يوم، أنا لسه أكيد لمّا أبقى أجرّب الجهاز ده أكتر من يوم هاكتشف فيه حاجات تانية، ولكن ده اللي أنا باقوله لكم لمجرد اللي هو انطباع أولي عن الجهاز وفيه كل الكلام ده، فده شيء خرافي. والجهاز ده فعلًا لو أي حد بيحب التصوير، الجهاز ده هيبقى رقم 1 في الترشيحات لو عايز أشتري جهاز وحش في التصوير. الجهاز ده بقى سعره كام؟ الجهاز ده بيتباع بحوالي 1400€، فطبعًا سعره غالي دلوقتي نسبيًا، ولكن نشوف لمّا ينزل لنا في الشرق الأوسط أو ينزل في مصر هيبقى سعره كام، ولكن الجهاز ده على ما أظن هيبقى منافس قوي جدًا لأجهزة أبل وأجهزة سامسونج. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناة، اشترك في القناة عشان نوصل لربع مليون مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. لينك الانستجرام عندك في الكومنت، لو عندك أي استفسار كلمني هناك. ما تنسوش طبعًا تفعلوا الفيديوهات اللي فاتت وانتظروا الفيديو الجاي وأشوفكم على خير.